السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهاردة هنخلل مع بعض حبة ليمون كده بالعصفر، بجد طعمهم حلو جدا وشكلهم يفتح النفس كده على الاكل، وهنعملها بطريقة بسيطة. وكمان هنقول لو انت عايزة تشيليه فترة تعملي ايه، ولو عايزة تاكليه على طول تعملي ايه. كل ده في الفيديو ان شاء الله. بس اتمنى قبل ما نبتدي اتمنى تشتركوا في القناة، تضغطوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفة انزلها. ويلا نشوف الليمون الجميل ده عملناه ازاي النهاردة. مبدئيا كده هنا كيلو ليمون غسلته كويس، وبعدين ببدأ ان انا اشقه بالسكينة بالشكل ده على شكل زائد، وما بوصلش بالفتحة بتاعتي او بالشقة بتاعتي بالسكينة لنهاية الليمونة. لازم تكون ماسكة نفسها من تحت زي ما في الشكل قدامكم كده. وبعدين بقى بجهز حلة مية تكون بتغلي بالشكل ده، وهبدأ ان انا اسلق الليمون بتاعي. لو انت هتشيلي الليمون بتاعك بقى لشهر رمضان ان شاء الله، هتستني عليه على ما يغلي اول غلوة وتعينيه من على النار وتخزنيه. لو انت بقى هتاكلوه كمان بعد شهر او بعد اسبوع، هوريكي برضو انت المرحلة اللي انت هتبدأ ان انت تعينيه فيها. تمام. احنا كده هنا مجرد الغلوة الاولانية دي بيطلع رغاوي كده، بنبدأ نشيل الرغاوي او الريم اللي بيظهر على الوش، وحد كده بقى هنا هتطفي عليه النار لو انت هتعينيه لرمضان ان شاء الله. احنا ان شاء الله هناكل منه قريب، هناكل منه بعد اسبوع، فهسيبه لحد لما يستوي خالص. لو انت برضو هتاكليه بعد شهرين كده هتسيبيه يتسلق 3/4 سلقة، انما احنا هنا هنسويه لحد لما يبقى مستوي خالص، علشان احنا ان شاء الله هناكل منه بعد اسبوع على طول. بختبره كده بقى بالسكينة، علشان لو عملت بايدك هتحسي ان هو استوى وطري. السكينة هنا هي اللي هتريحك كده. خلاص هو لسه عايز غلوة كمان، يعني تختبري بالسكينة اريح لك، هتعرفك هو مستوي خالص ولا مستوي 3/4 سوا بالشكل ده. كده خلاص السوا اللي انا عايزاه. هطفي بقى عليه النار، وهرفع بقى الليمون بتاعي بالمصفى بالشكل ده، وهنسيبه بقى يبرد. وهنسيب برضو المية هنحتاجها كمان شوية، مش هنكبها خالص. تمام كده خلاص بقى. هسيب بقى الليمون بتاعي لحد لما يبرد، او هنشتغل فيه وهو سخن عادي لو انت هتتحملي السخونية بتاعته. بس هنجهز بقى الخلطة اللي احنا هنحطها فيه. عندي هنا بقى ليمون، فلفل احمر رومي، وفلفل اللي هو البسلاوي الحراق ده. سواء الفلفل ده او ده، لما تيجي تشتري تمسكي الفلفلايه كده، لو لقيتيها جامده كده في ايدك دي بتبقى حلوه، علشان اللي بيكون طري كده بيكون ممهمط من جوه وبيكون ريحته حمضانه وما بيكونش حلو، مش هيديكي نتيجه حلوه. فيفضل ان انت تشتري اللي هي الجامده كده والطازه، بيبقى حلو. احنا هنا عايزين ان احنا كلنا ناكل منه، مش حد ياكل بس بيحب الحراق والباقي لا. فببدأ ان انا اشيل كده البذر من جواه علشان نخف من الحرقان اللي بيكون موجود في الفلفل. وبيشتل بكل سهولة، وهتشيليه بالشكل زي ما انا بقى بعمل كده، هتلاقيه ان هو ريحك واشتل معاك البذر من جوه بكل سهولة. ممكن بقى في الخطوة دي تلبسي جوانتي لو معاكي طفل بيرضع، او لو معاكي اطفال صغيرين وهتحتاجي ان انت تشيليهم كل شوية. انما الحمد لله انا مطمنة، عندي شوية مواعين هروح اشطبهم بعد ما اخلص الفيديو ده، فايه الحرقان مش هيأثر في ايدي ان شاء الله ولا اي حاجة. ببدأ ان انا اشيل الفلفل بالشكل ده واتخلص من البذر، لان البذر ده هو اللي بيكون فيه الحرقان. انا حاطه هنا حبه من الفلفل الرومي وحبه من الفلفل اللي بيحرق اللي هو البسلاوي. طبعا البذور وريتها لكم ورميتها. ببدا ان انا اقطعه كده تقطيع بسيط، احنا مش مضطرين لان احنا كده كده هنطحنه في الخلاط. بس اهم حاجه ان احنا كنا نتخلص من البذر بتاعه، علشان هو اللي هيديكي حرقان اكتر في الخلطه بتاعتنا. هنا بقى بعد ما ضربت الفلفل، ميه الليمون بقى اللي احنا كنا سايبينها عادي تشتغلي خالص وهي سخنة، عايزة تستني لما يبرد براحتك خالص. هحط هنا كوبايتين من مية الليمون علشان تخلي الخلاط يمشي معايا على طول. وهحط هنا معلقتين ملح على حبة الفلفل، وطبعا الملح حسب الكمية اللي عندك. وهحط هنا معلقة بهارات مشكلة، ولو حابة تحطي بابريكا مفيش برضو اي مشكلة. تمام. هاجي هنا بقى لخطوة الضرب. انا ما بضربوش زي الطماطم، انا يا دوب دوسة وبفصل دوسة وبفصل، علشان الاقي برضو ان الشطة تكون مجروشة ونحس بطعم الشطة. تمام بالشكل ده، يعني ضربة وبفصل ضربة وبفصل. شايفين هنا برضو ما اتضربش وما اتطحنش خالص يعني، بس الشطة برضو تحسيها ان هي لسه قطع كده. بقى بعد ما ضربته هحط هنا ربع كوباية خل، ولو انت هتركنيه رمضان عادي هتحطي معلقتين خل بس.
وهحط كمان هنا معلقة عصفر، ده كده عصفر بتشتريه من عند اي عطار، وهحط هنا معلقة كبيرة حبة البركة. هنا الحاجات دي بقى طبعا حسب المقدار اللي عندك وحسب ما انت ما عايزة. هبدأ ان انا اقلبها بقى بالشكل ده. انا طبعا عايزة الليمون بتاعي يكون شكله اصفر كده وحلو كمان. هبدأ ان انا احط له هنا دي بودر الزعفران، ممكن تحطي كاري، ممكن تحطي كركم، اي حاجة، كل ده بيدي طعم حلو لليمون بتاعنا. كده قلبته كويس ودقت الخلطة اللي انا عاملاها، لقيت ان هي محتاجة حبة ملح، فيفضل ان انت تدوقيها علشان الليمون بتاعك يطلع الحياء بتاعه مظبوط. بجيب بقى الليمون بتاعي وبحشي بقى بالخلطة اللي احنا عملناها في القلب اللي احنا عملناه بتاع الليمون بالشكل ده، لحد لما كل الكمية بتاعتي تخلص. ببدأ ان انا احشيه بقى بالشكل ده. وبجد حبة البركة هنا والعصفر والكركم والكاري وكل الحاجات دي بتدي طعم حلو لليمون بتاعنا، وان شاء الله جربوه بجد بيتاكل. والشطة بتاعته دي بيبقى طعمها حلو، لما كمان بنشيل منها البذر اللي بيكون موجود جوه، تقدري ان انت تاكلي منه اكتر، ما بيكونش حراق، بيبقى فيه نسبة حرقان بسيطة كده. بعد ما حشيت كل الكمية بتاعتي، حبة الشطة الباقية دي خسارة ان احنا نرميها، ببدأ ان انا احطها، لان بجد بعد كده هي كمان بتبقى اطعم من الليمون، بتتغمس كده بالعيش مع الملوخية، بجد بيبقى طعمها حلو جدا. هبدأ ان انا احطها بقى بالشكل ده. وكمان لو العلبة واسعة كانت اخدت بقية كمية الشطة، انا هركن بقية كمية الشطة، هجيب ليمون تاني ان شاء الله وهعملها بالشكل ده. وبجيب بقى من المية بتاعت الليمون اللي احنا كنا راكنينها، وهنزيد عليه على الشطة وعلى الليمون بتاعنا. هنا مية الليمون دي برضو هي اللي هتحفظهولك وهتديلك طعم حلو لليمون المخلل بتاعنا، لحد لما مليت العلبة بالشكل ده. وباجي بقى من على الوش وهتغطيها بطبقة زيت كده، يعني حوالي معلقتين كبار زيت، وبعدين بقى هنشيله في التلاجة. انا بفضل اي مخللات بنعملها بشيلها في التلاجة، علشان خاطر ما تعمليكيش ريم كده او وش ابيض بيكون موجود من على الوش بالشكل ده. كده بقى بعد ما عدى عليه اسبوع وهو في التلاجة، ممكن تاكلوا كمان منه بعد 4 ايام من الخزين، مادام مظبطه الحياء بتاعه والملح، بجد هيطلع معاكي حلو. ولو مسوياه زياده عن كده كمان تقدروا تاكلوا منه من تاني يوم وتالت يوم كمان. فشايفين ما شاء الله بجد طعمه حلو جدا. وكمان لما تجيبي علبة واسعة كمان عن اللي عندي دي، هتحطي بقية المية بتاعت الليمون، وتحطي كمان بقيت الشطة اللي كانت متبقية، لان الشطة بجد ومية الليمون دي بتبقى طعمها حلو جدا. كمان لو احنا عاملين مكرونة مسلوقة، بتاخدي الشطة او المية بتاعت الليمون دي وتحطيها على المكرونة، بجد بتديها طعم حلو جدا، لان هي اصلا كل لما بتقعد في الليمون كل لما بتديكي طعم احلى. فالشطة برضو هنا حلوة، والليمون طعمه حلو جدا، فان شاء الله هاتوا واعملوا، وبجد طعمه حلو جدا. وكمان الليمون هنا فيه سنة قرشة بسيطة كده، لو انتوا عايزينه مستوي عن كده كمان هتسيبوه لحد لما يستوي خالص وهو بيتسلق. شايفين ما شاء الله بجد حلو جدا. ان شاء الله اتمنى تجربوه. شايفين المية، واهم حاجة برضو ان احنا نغطي وشه بزيت ونعينه في التلاجة علشان ما يفسدش منا ويعمل عفن او ريم ابيض من فوق. وده كده كان الليمون بتاعنا بالعصفر. ولو ما عندكيش عصفر برضو هيبقى حلو، حطي حبة البركة وحطي توابل، وحطي كركم او كاري او بودرة زعفران، اي حاجة من التلاتة بتديكي طعم حلو. بجد ان شاء الله جربوه، والله العظيم طعمه حلو جدا. كل سنة وانتم طيبين، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.